اقف وادي لنفسك وقت ان انت تزعل. بس الفكرة هنا والحاجة المهمة، هو انا حدد لنفسي الوقت اصلا قد ايه ان انا ازعل؟ هل هفضل كده على طول ان انا زعلان؟ هفضل على طول في الطاقة اللي انا فيها داون؟ لا طبعا مش هتفضل ان انت داون كتير. بس الفكرة والحاجة المهمة وهي فكرة ان انت هتدي لنفسك وقت قد ايه. ازعل يوم، ازعل اتنين، ازعل تلاتة، بس انت هتكون عارف ان اليوم الرابع انا هبتدي ان انا اقوم من اللي انا فيه ده. وهي دي قمة الإيجابية، وهي فكرة أنا إزاي بفكر وبتعامل إزاي مع الزعل. مش فكرة إن أنا دايما على طول بضحك، مش كل الناس دايما بتضحك 24 ساعة ودايما مبتسمة. بس الفكرة هنا هي فكرة إن أنا حتى لو أنا مش تمام، أنا هعرف إزاي بإذن الله أكون تمام. أنا هقول لنفسي في الحتة دي أنا دلوقتي مش تمام، وأنا معترف بده تماما جدا، ولكن أنا هبقى تمام، هبقى تمام بعون ربنا، هبقى تمام بالإرادة اللي جوايا، هبقى تمام عشان أنا لازم أكون تمام وأكمل. لأن هي دي الحياة ببساطة. ما ينفعش دايما أكون تحت، ولو فضلت تحت الناس اللي هي شايفاني ممكن تشمت فيا. هفضل تحت والناس والدنيا هتعدي من حواليا وأنا هفضل محلك سر. لازم أتكلم مع نفسي. هات نوت بوك كده صغيرة واكتب فيها كل حاجة مزعلاك. عايزة تقعدي تعيطي، عايزة تقعدي كده بينك وبين نفسك تقفلي الباب بتاع اوضتك وتقعدي تصرخي، عايزة تعملي أي حاجة تعبري بيها عن زعلك ده، اعمليها عادي جدا. والحاجة الأحسن من كل ده إن إحنا نقوم نتوضى ونصلي ونسجد سجدة طويلة ونشكي فيها كل حاجة لرب العالمين. لأن رب العالمين أعلم باللي جوانا، عالم إيه الحاجة اللي مضايقانا، وهيعرف إن شاء الله يعيننا لما إحنا نطلب من ربنا الإعانة إن إحنا أصلا نطلع منها. فهي دي فكرة الإيجابية أصلا. وهي فكرة ان انا ازاي لما اكون داون او ما اكون انا تحت اعرف ازاي بقوة ربنا ان انا اصلا اقوم تاني. ما افضلش دايما ان انا اضحك على نفسي اقول لا 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 انا زي الفل، انا تمام، انا كل حاجة تمام والدنيا كلها تمام، وانكر بقى اصلا الحاجة اللي جوايا او حالة الزعل اللي جوايا او حالة الخذلان اللي جوايا او ايا كان اصلا ايه اللي حاصل. لا عادي، ادي لنفسي وقت ان انا اقعد كده استراحة، هدنة كده مع نفسي، افصل من اي حاجة ممكن تكون اصلا تعباني، افرغ واطلع كل الطاقة دي عشان اعرف اصلا اشحن الطاقة الايجابية. لو انا تعبانة وزعلانة من جوايا وما طلعتش الطاقة دي هفضل اصلا تعبانة وقت اطول، وبدل ما اقعد 3 4 ايام انا ممكن اقعد اسبوع واسبوعين وشهر وشهرين في الطاقة اللي انا فيها دي. او عشان كده ادوا وقت لنفسكم، احترموا فترة الزعل اللي انتم ممكن تكونوا فيها بسبب اي حاجة مريتوا بيها في حياتكم، وفي نفس الوقت اعرفوا من جواكم ان اول حاجة تطلبوا من ربنا الاعانة، وتاني حاجة ان اكيد ان شاء الله هتكونوا تمام. لان هي دي الدنيا، لازم في وقت من الاوقات اكيد هنكون تمام. وبس كده. لو الفيديو ده لمس اي حاجة جواك اعمل له سيف عشان ترجع له تاني لو انت حسيت كده ان انت داون. وافتكر دايما ان انت تدي وقت لنفسك وتحترم اي فترة انت فيها دلوقتي عشان ترجع ان شاء الله احسن من الاول. وبس كده، استنوني ان شاء الله في فيديو جديد من هتفرق معاك مع نوران عمرو.